السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن رز معمر على اصوله، يعني فلاحي 100%، باللبن والسمنه البلدي متشرب السوائل وطري جدا جدا وريحته خطيره وفي نفس الوقت مفلفل، يعني مش معجن. هخرج منه معلقه كده وعايزاكم تشوفوا شكل الرز عامل ازاي. بصوا وشه عامل ازاي، واخد لون ذهبي وفي نفس الوقت يعني مستوي 100%، متشرب كل السوائل وطالع كده الخرطة سليمة. ولما هنحطه في طبق وهنغرف منه هتلاقوه مفلفل، يعني الرز مش معجن في بعضه، مش ماسك في بعضه، ده غير ريحته طبعا خطيرة، يعني يتاكل لوحده كده مش عايز جنبه اي حاجة. يلا نسمي الله ونبدأ على طول ونشوف عملنا ازاي. اول خطوه هنحضر الحاجه اللي هنعمل فيها، سواء طاجن فخار او اي صينيه عايزه تشتغلي فيها، ومش شرط ابدا تكون بتلزق او ما بتلزقش، يعني ممكن نعمل البران ده في صينيه الومنيوم عادي. هندهنها بس دهنة سمنة كده كويس من الجوانب ومن الأرضية ولحد فوق طبعا، لأن هو لما يدخل الفرن هينفش وهيطلع لحد فوق. ودول 3 كوبايات رز غسلته كويس ونقعته لمدة نص ساعة وصفيته. ضروري جدا خطوة النقع دي علشان لما يدخل الفرن ما ينشفش. هحطه في الطاجن وهحط عليه معلقة كبيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، على فكرة الفلفل الأسود بيدي ريحة جميلة للرز المعمر، ومعلقتين كبار من السمنة الفلاحي. هدعك بقى الرز كويس قوي بالملح والفلفل والسمنه، كمان هزود معلقتين من الزيت، والزيت ده اللي هيضمن ان الرز يكون مفلفل، يعني هيستوي وهيبقى طري وفي نفس الوقت مش معجن في بعضه. بعد كده عندي وش اللبن، ودول تقريبا كانوا معلقتين كبار مش كتير، فانا زودتهم بكوبايه من الزبادي البلدي، قلبتهم مع بعض وخدت تلتين الكميه. برضو خلطت بيها الرز كويس، وهضيف كمان معلقه من السكر ودي هتظبط اللون، وفصين من المستكه ودي اختياري بس بتودي طعم الرز في حتة تانية خالص. معايا 4 كوبايات من اللبن ودول مغليين، 4 كوبايات لان كل كوباية من الرز بتاخد كوباية وتلت من اللبن. ده المقدار المظبوط اللي هيطلع معاكي الرز طري وفي نفس الوقت مش معجن. بعد كده وزعت معلقة من السمنة البلدي برضو على وش الطاجن، وبقيت القشطة بالزبادي وزعتهم كويس. وبعد كده هاخد الطاجن بتاعي ده هدخله الفرن على الأرضية على أعلى درجة حرارة في الأول. هياخد تقريبا مدة التسوية الكاملة ساعة وتلت، وده على حسب درجة حرارة الفرن عندك. في أول نص ساعة بعلي درجة الحرارة لحد ما يبتدي يغلي ويتشرب، وبعد كده بهديها لحد لما يتشرب تماما وياخد الوش الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. مش بفتح عليه الشواية، مش بطلعه في الرف فوق، بخليه زي ما هو تحت. عايزاكم تشوفوا بقى جمال الرز، شايفين شكله، لونه طري مفلفل، لونه ابيض، وشه واخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، مش لازق في الطاجن، كمان شهي ولذيذ ومغذي. ضروري تجربوه، اكتبوا لي رايكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات احلى. شكرا ليكم، سلام عليكم.